إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى المسألة التي وقعت، وهي أن المشرك يدعي أن قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. والمشرك في ادعائه يقول إنه لا يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما يقصد تعظيم الرب. ويقول المشرك إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه، فهو سبحانه المقصود، وهذه وسائل وشفعاء. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وترتب على هذه المسألة بهذا السياق سؤال آخر، وهو: هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. ما السر في كون الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى من بين سائر الذنوب؟ ثم بين الشيخ رحمه الله أن هذا السؤال في غاية الأهمية، ولذلك قال: اجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإنه به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به، وأهل الجنة وأهل النار. ثم بين رحمه الله نوعي الشرك، فقال: الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الشرك الأول الذي يتعلق بالذات والأسماء والصفات والأفعال نوعان: أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، والثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى. وأما الشرك في العبادة فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله تبارك وتعالى في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وإلى أكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، يعني هذا الشرك الذي يأتي به العبد في ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الشرك ليس شيء منه مغفور،
الشرك بالله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال فيه سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشيخ: الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله تبارك وتعالى، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهؤلاء سووا آلهتهم التي يعبدونها بالله تبارك وتعالى، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإماتة ولا في الإحياء ولا في الملك ولا في القدرة، وإنما سووهم بالله تبارك وتعالى في الحب والتأله والخضوع والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم، لأنهم سووا التراب برب الأرباب، وسووا العبيد بمالك الرقاب، وسووا الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، سووا ذلك بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته، فهذا ظلم قبيح، بل لا ظلم هو أقبح من هذا الظلم، وجور شديد، ولا جور هو أشد من هذا الجور، فإنه عدل، سوى من لا عدل له، لا مساوي له بخلقه، فعدل المشرك وسوى من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم يتبع هذا الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. وبين الشيخ رحمه الله بعض صور الشرك في العبادة التي هي من قبيل الفعل، كالسجود لغير الله، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، وتقبيل القبور واستلام القبور والسجود لها، فهذا من الشرك في الأعمال. ثم بين رحمه الله بعض ما يتعلق بالشرك في الألفاظ والأقوال، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، وما سوى ذلك مما يتعلق بالشرك في الألفاظ. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. الإخلاص أن يخلص الإنسان لله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته، فهذا وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة دين الإسلام العظيم، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء وأبطل البطالين. ذكر الشيخ رحمه الله هذه المقدمة بين يدي الإجابة عن السؤال، قال: فإذا عرفت هذا انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور. لماذا كان الشرع مواطئا للفطرة الصحيحة السليمة التي لم تتلوث؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل التنفير والتحذير من هذا الشرك مواطئا لما فطر عليه الخلق من الفطرة السليمة قبل أن تجتالهم الشياطين، حتى صرفتهم الشياطين عما أقامهم الله رب العالمين عليه من تلك الفطرة المستقيمة التي هي الإسلام العظيم. ثم لماذا كان هذا القدر لا يغفره الله رب العالمين؟ لماذا كان هذا الذنب خاصة لا يغفره الله رب العالمين؟ قال الشيخ بعد أن ذكر ما ذكر، قال: إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور. ثم بين حقيقة الشرك
وحقيقة الشرك التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق بالخالق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فهو أنك إذا عرفت خصائص الألوهية فصرفت شيئا منها، صرف الأبعد شيئا من خصائص الألوهية إلى غير الله رب العالمين، كان مشبها للمخلوق الذي صرفت له تلك الأمور من خصائص الألوهية، كان مشبها لمن صرف له شيئا من ذلك بالخالق العظيم. فهذا الشرك الذي هو تشبيه للمخلوق بالخالق العظيم. وأما التشبه بالخالق العظيم فأن ينازع الله رب العالمين صفة من صفات الجلال، أن يتعاظم ويتكبر ويدعو الناس إلى تعليق قلوبهم به خوفا منه ورجاء فيه والتجاء إليه واستعانة به، فإنه إن فعل ذلك فقد نازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، وهذا حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. المسيء ظنه بالله تبارك وتعالى ظن بالله جلت قدرته خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيره، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال سبحانه عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط أي بالعدل على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه حتى يكون وسيطا بينه وبين خلقه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسطاء ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن سوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده. ويمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزق
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا متفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي. جيبوا عن السؤال: لماذا كان هذا القدر لا يغفره الله رب العالمين؟ لماذا كان الشرك لا يغفر عند الله تبارك وتعالى؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى حرم ذلك في كتابه، وجعل ذلك مرتكزا في فطر الخلق السليمة التي فطرهم الله رب العالمين عليها، وجعل العقول ممتنعا فيها أن يكون شيء من ذلك جائزا. ووصل الشيخ رحمة الله عليه إلى قوله: فأما القادر على كل شيء، الغني بالذات عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده. فكان الذي يتخذ الوسائط وهو يدعي، كما ذكر الشيخ المسألة في قول من يقول: نحن إنما اتخذنا تلك الوسائط لتقربنا إلى الله رب العالمين، لأننا لا ندخل على الله رب العالمين هكذا كفاحا، وإنما نتخذ تلك الوسائط لكي ندخل بها على الله رب العالمين. فبين الشيخ أن إدخال الوسائط بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن سوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، فلا يمكن أن يكون شيء من ذلك مشروعا. وكذلك يمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح. هذا في السؤال الذي مر، والذي إذا عرفته فتح لك باب التوحيد على مصراعي. قال: ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع له ذليل، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل. هذا خالص حق. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره، أو يشرك بينه وبين غيره في حقه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكا لله تبارك وتعالى فيما هو حق خالص لله تبارك وتعالى هو عبده ومملوكه، وأنتم تأنفون أن يكون ذلك واقعا لكم، أنتم تأنفون منه، فكيف ترضون لله تبارك وتعالى ما لا ترضونه لأنفسكم؟ قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أنتم لا تقبلون هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، أن يكون مملوكه عبده شريكا له في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسوائي؟ فمن زعم ذلك فقد وقع في الجور وتورط في الظلم، ومن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا مفرد به وحدي دون خلقي، فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعاف حيوان وأصغره. هذا الذباب لا يستطيعون خلق شيء منه ولا واحدة، بل ولا جناح واحد، لا يستطيعون خلق جناح بعوضة. والله رب العالمين يضرب المثل بالذباب، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس جميعا، من مؤمن وكافر وبر وفاجر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وأتى بالتنكير للتحقير، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا وقع الذباب على طيب أحدهم
فأخذ منه شيئا لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب من الذباب أو على طعامه أو شرابه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعاف حيوان وأصغره. وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا. وكذلك ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا، يعني القدرية. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله العبد، يعني الجبرية، ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه. وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال المجوس، والطائفتان ما قدر الله حق قدره، وهما على طرفي نقيض. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش. الحش الكنيف وبيت الخلاء. ويعني الشيخ رحمه الله أولئك الذين يقولون بالحلول والاتحاد، ويقولون بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان. يقول ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن، والنتن ما خبثت رائحته، نتنا ونتنا أي خبثت رائحته. فما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان. صانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه،
إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره وما قدروه حق قدره. وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعزة، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. فهم أعداء الرسول على الحقيقة، وهم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. فلم يقدر الله حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت، ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ينسخ شرائع أنبيائه ورسله، ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك. والرب تعالى مع ذلك ومع كذب هذا المدعي يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن خالفه، ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به، فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى، وفي علمه وحكمته ورحمته وربوبيته. تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر: رضيعي لبان ثدي أم تحالفا، بأسحم داج عوض لا نتفرق. وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس مطلعها: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. وفيها لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. وهو من يمدحه بهذه القصيدة، فلما بلغ هذا قال: تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. رضيعي يعني الندى والمحلق. رضيعي لبان ثدي أم تحالف، بأسحم داج عوض لا نتفرق. بأسحم أي بليل، داج أي أسود، عوض أي أبدا. عوض لا نتفرق. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين، ويدخلهم دار الجحيم، وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين، ويدخلهم دار النعيم. وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار، وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فما قدر الله حق قدره
من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وكلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة الحكمة والعدل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك الذي ظنوه ولم يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره في ظنهم ذلك، جعله مخالفا لحكمته تبارك وتعالى ولعدله، وليس كما ذهبوا هم إليه وادعوا فيه عليه سبحانه وتعالى. وكذلك ما قدره حق قدره من يزعم أنه لا يحيي الموت ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه، ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته، ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك ما قدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، فلهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان الرجيم، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لا عبد الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا ما كان إلا وقعت عبادته للشيطان. ما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا ما كان
المعبود إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. الشيخ يجيب عن ذلك السؤال الذي قدمه: ولماذا كان الشرك لا يغفر؟ ولماذا كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى؟ فلما فرغ من ذلك قال: هذا الذي سردته لك وقصصته عليك ومهدت به تمهيدا، هذا كله في هذا الذي ساقه في تلك السياقة البديعة العجيبة التي استفاض فيها رحمة الله عليه. يقول: هذا كله ما هو إلا إشارة لطيفة. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان من أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. وكذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل منه شريكا في بعض الأمور ويقربه إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا، وهذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هذا هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فقد أخبر موسى عليه السلام أن الرب تبارك وتعالى مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه، وأخبر موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق 7 سماوات. وأراد فرعون أن يثبت بزعمه كذب موسى، فطلب من وزيره من هامان أن يبني له صرحا ليبلغ أسباب السماوات من أجل أن يطلع إلى إله موسى كما أخبره موسى. قال: وإني لأظنه كاذبا. فهذا معطل وهو شيخ المعطلة، هو إمام المعطلة. فرعون أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقد أخبر بذلك موسى عليه السلام. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية:
قال الشيخ رحمه الله: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب. كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والبدعة معصية، ولكن ليست كل معصية بدعة، وإنما كل بدعة معصية. فيقول الشيخ: قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية التي ليست ببدعة، لأن المعصية التي ليست ببدعة يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع إنما يتقرب بزعمه إلى الله رب العالمين بما ابتدع، فهو يعد ذلك الذي ابتدعه من أجل القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فإذا قلت له تب، يقول: سبحان الله، أتوب من الطاعة؟ فيتمسك بما هو عليه من البدعة فلا يتوب منها. ولذلك يقول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، يعني البدع، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا معنى ما قاله من ذكر عنه الشيخ ما ذكر: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منه والبدعة لا يتاب منه. وكل ذلك من القول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم أعظم المحرمات تحريما، وما أنزل الله رب العالمين من كتاب إلا وحرم فيه القول عليه بلا علم، وهو الباب الوسيع الذي يدخل منه الكفر والشرك وما دون ذلك من المعاصي والذنوب. قال الشيخ: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، لأنه يدعي أن الدين ناقص وأن الله لم يحط بكل شيء علما، فهو يساعد في إكمال الشرع. هذا هو المبتدع بلسان حاله لا بلسان مقاله، بلسان أفعاله لا بلسان قوله، كأنه ينادي على الشرع بأنه لم يكتمل بعد، وأنه بما أتى به من تلك البدعة إنما يكمل الشرع الكامل الأغر. فالمبتدع قادح في أوصاف الرب وفي كماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به، أي بالعدل، كان الظلم والعدوان من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له. ثم أتى بجملة اعتراضية طالت شيئا ما. قال الشيخ: كان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله. قال بعد أن فرغ من هذه الجملة الاعتراضية: من أقبح الظلم وأشد. فإذا لم تأتي بالجملة الاعتراضية لتصل الكلام بعضه ببعض ثم تدخلها بعد، فتقول: كان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له من أقبح الظلم وأشد. وكذلك قتل الإنسان أبويه اللذين كانا سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته.
ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. يعني هذا العذاب العظيم موجب للعبد قتل النفس إياه، يعني قتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق تستوجب هذا العذاب، إلا أن يمنع من وقوع هذا العذاب على القاتل مانع، مثل أن يسلم، أن يكون كافرا ثم يسلم. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه، يعني من هذا العذاب بعد وقوعه، يعني بعد وقوع القتل؟ فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد. يعني إذا قتل يستوجب هذا العذاب العظيم الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يمنع من نفوذ العذاب إليه مانع، فأن يكون كافرا ثم يسلم طواعية واختيارا فلا يعذب. وأما إذا كان مسلما فقتل ثم تاب بعد القتل، فهل تمنع هذه التوبة العذاب من وقوعه على من قتل ثم تاب؟ قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد. الذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق للآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته، والظلام ما يطلبه المظلوم، وهو اسم لما أخذ من الإنسان ظلما، تقول عند فلان ظلامتي، فلا بد أن يستوفي في دار العدل. الذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ العذاب للقاتل العمد، وأن العذاب لاحق به وإن تاب في الدنيا، رأوا أنه حق للآدمي لم يستوفه الآدمي في دار الدنيا وخرج من الدنيا بظلامته، فلا بد أن يستوفي في دار العدل. قالوا فما استوفاه الوارث يعني من الدية، إنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه. يعني حتى إذا دفعت الدية، هؤلاء يقولون في القول الأول إن العذاب محيط بمن قتل وإن تاب، يقول حتى وإن دفعت الدية، يقول لأن هذا المقتول لم يستوفي حقه وخرج من الدنيا بظلامته، فلا بد من استيفائه لحقه في دار العدل حتى ولو دفعت الدية. يقولون حتى ولو استوفى الوارث الحق يعني الدية، لأن هذا الحق خيره الله رب العالمين بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه. وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه، يعني لو أخذ وارثه الدية فما الذي استفاده هو؟ قال الشيخ وهذا أصح القولين في المسألة، وأن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث يعني للدية. قال وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهما. ورأى طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، يعني لا يعذب القاتل العمد إذا تاب واستوفى الوارث حقه، يعني أخذ الدية، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده حتى لو كان قصاصا، يعني لو أنه اقتص منه فاستوفى حقه أو عفى، فإن التوبة تهدم ما قبلها والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. فرأى طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر
وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم بعد أن تابوا وأنابوا وأسلموا بعدما قتلوا أولياءه جعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا هذا هو القول الثاني، قول طائفة رأت أنه يسقط أي العذاب بالتوبة واستيفاء الوارث. حججهم قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه من أجل القصاص، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول، بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث. فلو أن مالا كان له ثم مات، ثم سلم من عليه هذا الحق، هذا المال الذي هو للموروث، سلمه لوارثه، فإنه يكون قد استوفى، فجعلوا ذلك كذلك. هو يسلم نفسه القصاص، لا يستطيع أن يسلم نفسه للمقتول لأنه مات قتل، ولكنه يسلم نفسه لوارثه استوفى أو عفى. يقولون: وما الذي يصنع فوق ذلك؟ الشيخ ذكر هذا وهذا ثم قال: والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي. أمر الدماء عظيم جدا، وما يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإياكم وورطات الأمور. وذكر من ورطات الأمور كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يصيب المسلم دما حراما. هذا عظيم جدا، ومعلوم أن حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من حرمة الكعبة. ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك عند الله تبارك وتعالى، ولا المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى حرمة منك. عظيم جدا حق المسلم على أخيه. التحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندبا على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول. فهذا يعوضه الله رب العالمين يوم القيامة عن عبده التائب المحسن الذي سلم نفسه، استوفى الولي أو عفا وتاب فأدى حق الله وحق الولي، وبقي حق المظلوم الذي قتل ظلما، بقي حق. فما يصنع به؟ الله رب العالمين يعوضه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا يبطل ما أتى به هذا من التوبة. فهذا هو التحقيق في المسألة. يقول الشيخ رحمة الله عليه لفصل القضية بين هذين الرأيين المختلفين، وهو أن الإنسان ولو سلم نفسه استوفى الولي أم لم يستوفي أي عفا وأتى بالتوبة النصوح، فإن ذلك جميعه لا ينفع المقتول شيئا وما يصنع به، فلا بد من استيفاء حقه يوم القيامة. هذا قول. وأما القول الثاني فهو أنه قد تاب ولا يمكن أن يسلم نفسه للمقتول، وإنما سلم نفسه لولي المقتول وصاحب الدم، وتاب إلى الله رب العالمين. فكيف يطالب وقد تاب؟ وكيف يطالب وقد سلم الحق؟ هذا هو القول الثاني.
التحقيق كما يقول الشيخ الإمام رحمه الله أن القتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله، وقد وفاه بالتوبة النصوح، وحق للولي، وقد وفاه بتسليم نفسه وأداء ما عليه، وحق للمظلوم المقتول، فهذا يعوضه الله عنه يوم القيامة من عبده التائب ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا، وربك هو الغني الحميد. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، لأنها كانت كما مر ذكر ذلك من أدلة الذين قالوا إنه إذا ما سلم نفسه وتاب لله تبارك وتعالى توبة نصوحا بعد أن وقع منه القتل العمد فإنه يتاب عليه ولا يقع عليه العذاب في الآخرة. وذكروا المال، قالوا كما إذا مات إنسان وله مال عند غيره فذهب هذا وأدى المال لورثته فإنه يكون قد قضى ما عليه. فقال الشيخ: وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، يعني للمال الذي كان له، فإن هذا المال لا بد من أن يستوفي صاحبه حقه فيه يوم القيامة وإن كان قد أداه لوارثه. يقول: فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه، وإنما ينتفع غيره باستدراكه. لما استدرك ما عليه وأدى المال والدين الذي كان عليه للورثة بعد موت الموروث، يقول إنه لم ينتفع هذا الذي مات باستدراك هذا وأدائه ما كان عليه من المال لورثة الموروث الذي قضى ومات. يقول: وبنوا على هذا أنه لو انتقل المال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. يعني لو أن إنسانا له مال ثم مات يرثه وارث، من عليه الدين لم يؤدي للوارث فمات هذا الوارث وورثه غيره، فهذا الذي عليه المال يؤدي لوارث الوارث المال الذي عليه، فلو مات هو أيضا فإنه يؤدي إلى من ورثه، ويأتي هؤلاء جميعا يطالبونه بالمال يوم القيامة، لأنه لما أدى المال واستدرك لم ينتفع صاحب الحق بحق فيكون قد ظلمه، فلا بد أن يستوفي منه. هذا كلامه. قال: وفصل شيخنا رحمه الله، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بين الطائفتين فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره، ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. ويبقى أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك الوارث يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة
استحق كل منهم المطالبة لحقه منه، كما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. الحاصل أنه إذا قتل فإن القتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي. فإذا تاب التوبة النصوح فقد أدى حق الله، وإذا ما سلم نفسه فاقتص منه أو عفي عنه فقد أتى بحق الولي، ويبقى حق المقتول المظلوم، فالله تبارك وتعالى يرضيه يوم القيامة ويعوضه عن هذا الحق من عبده التائب المحسن، ويؤدي عن عبده التائب المحسن الذي سلم نفسه والذي تاب إلى الله رب العالمين التوبة النصوح، فإن الله تبارك وتعالى يؤدي عنه وقد تاب وأحسن ما عليه من الحق لأخيه الذي قتله ظلما وعدوانا، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا المقتول المظلوم، فله حق، ولا تبطل توبة هذا. فهذا الأمر معقد جدا كما ترى، فنسأل الله أن يسلمنا منه، إنه على كل شيء قدير. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، يعني في عظمها وكبرها وجلالة شأنها في دين الله تعالى، قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا معلوم أن إثم قاتل 100 أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوه، يعني هذا الذي ذهبوا إليه من سوء الفهم، من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل عليه. فلما تأملوا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني في الإثم والمؤاخذة، هذا غير مراد. قال أشكل هذا على كثير من الناس، وقالوا معلوم أن إثم قتل 100 ليس كإثم قتل نفس واحدة، وإثم قاتل 100 أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. قال سوء الفهم هذا إنما أوتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل عليه. ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، فقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال سبحانه: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. فكأنما قام الليل كله أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر: وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يريد الشيخ أن يقول رحمة الله عليه أنه لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذ الشيء بجميع أحكامه. لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به حتى يكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر في جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والمصر. لو كان التشبيه على التسوية وكان آخذ المشبه جميع أحكام المشبه به، فتأمل الآن في النص: الذي يصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، والذي يصلي الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. لو كان التشبيه واقعا حذو القدة بالقدة فيأخذ المشبه جميع أحكام المشبه به،
إذن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة قام الليل كله، فإذا قام الليل بعد ذلك لا يتحصل إلا على النصب والتعب، لأنه قام. فأي شيء يفيده قيامه؟ فيقول الشيخ رحمة الله عليه: ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر في جماعة في قيام الليل منفعة سوى التعب والنصب. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول بعد أن ضرب الأمثال رحمة الله عليه أن الذين فهموا ما فهموا إنما أوتوا من سوء فهمهم. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ التشبيه في أي شيء إن لم يكن في العقاب وفي العذاب، ففي أي شيء هو؟ قال رحمه الله: قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخالف لأمره متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وإعداده له عذابا عظيما، وإنما التفاوت في دركات العذاب. فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس، ولكن اشترك في أن كل منهما عاص لله ورسوله ومخالف لأمره ومتعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم. والثاني أيضا مما يفيده التشبيه أنهما سواء لاستحقاق إزهاق النفس، والثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنما يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني، وهو سعار الدم الذي يقع عند من يقتل نفسا بغير حق، فإنه ما يزال يلغ في الدم ولا يرعوه. قال الشيخ: ومنها أيضا أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا، إنه لو قتل واحدا يسمى قاتلا، وإذا قتل الناس جميعا يسمى قاتلا أيضا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا رواه مسلم. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس، فإن الله يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، متفق عليه. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يعذب بأعظم العذاب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وأول من سيب السوائب، وهذا رواه البخاري ومسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعذب بأعظم العذاب يجر قصبه أي أمعاءه في النار، لأنه كان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. وقد قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليه. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه
تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يجيء المقتول يوم القيامة حاملا رأسه آخذا بتلابيب من قتله حتى يمثل بين يدي ربه فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد والبخاري مختصرا والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. وفي الترمذي أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. وهذا حديث حسن حسنه الترمذي وصححه الشيخ ناصر. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. يعني فلا تدعوه داعية الشهوة شهوة البطن، لا تدعوه داعية الشهوة شهوة البطن إلى أن يقذف فيها من الحرام فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. يقول هذا شيء مستقذر كما ترى ويؤول إلى ما يؤول. فأول شيء ينتن من الإنسان يعني بعد موته بطنه. فإن استطاع أحدكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. فمعنى ذلك أن من أتى بملء كف من دم أهراقه بغير حق يحال بينه وبين الجنة. ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. وعنده أيضا رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فسحة من دينه حتى يكون منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمة الله عز وجل. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من ورطات الأمور، ورطات جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه المرء أو هي الهلاك. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل معاهدا أي ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق وهو من دخل دار الإسلام مأذونا له أو كان صاحب عهد، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا أي ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق، ومنه تأشيرة الدخول إلى ديار الإسلام. فإن من أخذ تأشيرة الدخول إلى دار الإسلام من هؤلاء صار معاهدا، فقتله يستوجب هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. من قتل معاهدا لم يرح أي لم يجد ريحها ولم يشمها ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما أي المسافة التي يستغرقها السير هذه المدة. لم يرح رائحة الجنة.
فضلا عن أن يدخلها، فكيف يدخلها وهو لا يجد ريحها، وإن ريحها يعني هو بعيد جدا عنها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا في عهده وأمانه. هذا المستأمن المعاهد الذي أخذ الأمانة والعهد هو في الحقيقة عدو لله، ولكن معاهد هو في عهد ربنا تبارك وتعالى وأمانه بهذا العهد الذي أخذه. فمن قتل فهذه عقوبته، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ إذا كان عدو الله الذي له عهد وأمان إذا قتله العبد فهذا عقابه وهذا جزاؤه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار وفي هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، وهذا عند البخاري في صحيحه، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم، هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. فنفر الشيخ رحمه الله تعالى بهذه النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي وردت عن الأصحاب رضوان الله عليهم من هذا الأمر الكبير الذي هو قتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق. والشيخ حتى لا ننسى كالجواد الأصيل يسعى في مضماره إلى غايته، لا يشق له غبار ولا يلحق، رحمة الله عليه، يوطئ للإجابة عن السؤال الذي سئله عن ذلك البلاء الذي ابتلي به من ابتلي، وهو العشق وعدم السيطرة على القلب، لأنها قد توزعت قواه أي قوى القلب فاستغرقت في محبوب يحب من دون الله تبارك وتعالى، وكلما أراد أن ينجو ارتكس في الحمأة ولم يستطع منها خلاصا، فقدم الشيخ ما قدم إلى هذا الموضع من كتابه رحمة الله عليه الذي كسره للإجابة عن ذلك السؤال، وحقيق به أن يفعل رحمة الله عليه، فإنه كان رحمه الله طبيب القلوب حقا، فإنه يقدم هذا الذي يجعله توطئة ومقدمة لكي يصل إلى الإجابة عن السؤال واستلال ما هنالك من حركة ذلك القلب الفارغ، فإن العشق حركة قلب فارغ، العشق حركة قلب فارغ، ولو أن القلب امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى لم يكن شيء من ذلك. ومعلوم أن هذا الأمر إنما يبدأ كما سيأتي، والشيخ يدلف إلى الإجابة شيئا فشيئا ليسلي ذلك المصاب. وأما إذا أتى إلى ذلك المصاب قصدا فقال اتق الله وانزع هذا من قلبك، فإنه لا يكون قد أجابه ولم يفده شيء، لأن تصور ذلك المصاب واستغراقه في تلك البلية لا يجعله يملك من أمر نفسه شيئا. وقد رفع في موسم من مواسم الحج لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما شاب كأنه عود الخلال، كعود الخلة الذي يخلل المرء به أسنانه، فرفع له شاب كأنه عود الخلال، فقال ما به؟ ما داؤه؟ فقالوا والله ما به من قلبه، ما به من داء، إن هو إلا العشق. فكان عامة دعاء عبد الله بن عباس في ذلك الموسم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من العشق، اللهم إني أعوذ بك من العشق، اللهم إني أعوذ بك من العشق. حركة قلب فارغ، ولو أن القلب امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى لم يصر
إلى ما صار إليه صاحب تلك البلية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا نورا وحكمة، وأن يملأ قلوبنا محبة له جلت قدرته ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.